اسم حضرتك؟ عذراء. عذراء شو اسم منك؟ خطيبتي عراقية. اي سوري. منك؟ ميكس. ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يسعدك. الله يسعدكم. تسلم لي يا رب. صلنا تقريبا شي 6 شهور 7 شهور. تقريبا. الفضول هسه حتى المتابعين لازم يساعدون الفضول. شلون تعرفت؟ والله بالشغل بنشتغل بنفس المول. نظرات غمزه حكي كذا. قالت لي لا نحن ما عندنا هاي السوالف بالعراق. حلو. قلت لها شو عندكم بالعراق؟ قال ليكي لا تقعدي تضحك بنحكي الحقيقه قدامه الزلمه. قالت لي تريد موجودين اهلي. ايه حلو. والله تريد تعدق الباب. والله رحت دقينا الباب والحمد لله. من الحكيات قلت لي روح دق الباب تعال الباب. اي يعني كنت يعني اني بزنس اشتغل وعيش على الكاميرا. ايه. يعني اني اشتغل يعني مكان خاص بي وهيك شيء فاروح دائما هم يعني اروح اصور وهيك شيء فبالصدفه صارت يعني. اي على راسا؟ لا هو سأل صديقاتي عني وهيك شيء. لا مو بالبدايه يعني بعد فتره وهيك شيء هو اي روح البيت. هو دايركت يعني سأل بموضوع يعني رسمي. واجهت صعوبه انه مثلا بعض الاهل قالوا لك تاخذ عراقي ياخذ سوري؟ تقريبا يعني خافوا هن من ناحيه انه الروابط كاهل وينهم يعني حتضل عايش بالعراق حتاخذها وياك. الله يسعد لي اياك يا رب هذا من ذوقك. الله يخليك. فيعني من ناحيه انه التفكك اللي عم بيصير يعني انه خاف يخطب وينهزم او يروح كذا هاي الشيء 100% فشافوا انه الشغل تبعي بالعراق بالضبط وتعرفنا على بعض ورا فتره يعني صار نصيب وخطبنا. العراقي يخطب سوريا سوري يخطب عراقي طبعا. هذا هو. هذا صار هذا مثل انتقام. ان شاء الله ما كنت لا بالعكس اكيد ان شاء الله. الله يسعدك يا رب.